المدارس بدأت بقى، كل سنة وانتم طيبين. الولاد طبعا بيحبوا النوتيلا جدا، فاحنا هنعمل البديل بتاعها النهاردة في قلب البيت. سهل جدا وبمكونات بسيطة، وبسيطة مش في سعرها، هي بسيطة في انك احنا عارفينها، مش حاجات غريبة يعني. وممكن يبقى في منها بواقي كتير في قلب التلاجة عندك. اول حاجة خالص كده بجيب طاسة وبحط فيها كوباية سكر، وعليها معلقتين نسكافيه او بديل النسكافيه. وتقدري تجيبي روح او اسانس، تقريبا اسمه يا روح يا اسانس، اللي هو بيجي من عند العطار بتاع البندق، وتحطيه بداله. كمان هحط عليه كوباية لبن، وهقلبه على البارد كده لحد ما تحسي ان السكر داب شوية كده، والنسكافيه كمان. بعد كده هرفعه على النار لحد ما يسخن معايا، ما يغليش. هجيب بقى معايا هنا الشوكولاتة ديت. انا بحب استخدم دريم، طعمها حلو، وكمان اللي هي بالحليب. باخد 3/4 الباكو كده، بقطعه بس علشان يبقى سهل في التسييح بسرعة. يا ريت يبقى مش محطوط في التلاجة علشان يسيح معاكي بسرعة. وممكن تستخدمي كمان اللي هو الشوكليت شيبس كوباية، فمش هتحتاجي بقى ان انت تقطعي الشوكولاتة ولا حاجة. هنا الخليط ده كان داب معايا اهوت، وسخن كويس. طفيت عليه النار وهنزل عليه بالشوكولاتة. هقلبها كده، هتبصوا تلاقوها ما خدتش دقيقة في تسيحها، ساحت على طول، ما بتاخدش حاجة خالص. هركنها على جنب بقى كده بعد ما دابت معايا، وهجيب الخلاط. هحط فيه كوباية لبن، وعليه يعني هي كوباية ونص، انا عشان كنت عايزه ان انا ازود الكميه شويه. دي نص كوبايه كاكاو، بس انا بحط كاكاو خام على كاكاو شرب، علشان لا اللون يبقى فاتح قوي ولا اللون يبقى غامق قوي، فبحب احط الاتنين مع بعض. كمان دي كوباية لبن بودر، ومعلقتين كبار كريم شانتيه، ورشة ملح ورشة فانيليا. بعد كده بقى هضرب المكونات ديت في قلب الخلاط كويس، ويا ريت تبقى على سرعة بسيطة علشان ما يرغيش معاكي. بعد كده بقى هجيب الخليط اللي احنا كنا راكنينه على جنب، اللي هو بتاع الشوكولاتة، واحطه عليه. وهرجع على الخلاط تاني واضرب زي ما بقولكوا على سرعة بسيطة بطيئة. هجيب بقى معايا كوباية زيت كده، وهنزل واحدة واحدة. على فكرة هنا انا مسرعة الفيديو، لكن انا كنت مبطئة الخلاط خالص. كل ما تكوني مبطئة وتنزلي بالزيت واحدة واحدة، بيربط معاكي كويس. وكمان لو يا ريت الخليط اللي احنا كنا عاملينه على النار ده يكون بارد علشان يربط معاكي اكتر. بعد كده بقى جبت العلبة ديت اللي هي بتاعت الميكس نوتيلا، وعبيت فيها كده الكمية دي. ما شاء الله عبت لي العلبة دي تقريبا، العلبة دي 900 جرام. وكمان ملت العلبة دي كمان. حطت كمية كبيرة، بس انا حطيت كمان زودت ربع كوباية زيت لما هو ما كانش لسه رابط معايا. يعني خدت كوباية وربع زيت. هغطيها بقى كويس كده وتدخليها التلاجة. يا ريت احسن انت تسيبيها ليلة كاملة، انا كنت عاملاها من بالليل وبعدين شفتها الصبح. طلعتها كده، قوامها بيبقى مظبوط بالظبط زي بتاعت بره. لا هي مجمدة ولا هي سايلة. شايفين؟ انا هنا ما سرعتش الفيديو عشان تشوفوا بالظبط قوامها عامل ازاي. آم، نوتيلا فرد تقدري تفرديها لهم على السندوتشات، او تعملي دوناتس، او بصي تستعمليها في حاجات كتيرة قوي. طعمها حلو وقوامها حلو وتقدروا بقولكوا تعملوها بكل سهولة في قلب الخلاط، وهتقعد معاكي مدة طويلة جدا وبألف هنا.